الستات تفكيرهم غير الرجالة، احنا بنفكر بالمنطق، يعني بمنطق الراجل انت كل ما تقدم لها حب واهتمام ومشاعر والصراحة حتى لو هي اللي غلطانة هي هتحبك اكتر، مش كده؟ لكن الحقيقة غير كده خالص. هي بتترجم عندها ده كضعف او انك قليل القيمة، مش عالي القيمة زي ما هي كانت فاكرة. الست مش بتدور على الحب زي ما احنا فاكرين، الموضوع مش انك تحبها قد ما هو انك تكون راجل قوي عندك هيبة وقوة شخصية. انت حتى لو معاك فلوس الدنيا كلها لكن اللي عندك شخصية ولا إطار ذكوري، انت بالنسبة لها مجرد اي تي ام، قزم من العنوسة فقط. ودي حاجة انت لازم تعرفها، حتى ولا هي مش عاجباك انت لازم تعرف الحقيقة دي. لو كنت فاكر ان مجرد حبك لها يسيطر على العلاقة يبقى انت مش فاهم الصورة كاملة. في ريد بيل الراجل اللي بيخلي نفسه متاح لحد في اي وقت او دايما بيكون لطيف لدرجة الضعف. الراجل ده بيخسر احترامها. الحقيقة إن المرأة بتحترم الراجل اللي بيحتفظ بقيمته ويكون عنده حياته الخاصة بيه، واللي مش بيقعد مشاعره على طبق من ذهب. خلي بالك، لأن لو كنت دايما بتديها كل اهتمام بدون حدود ده ممكن يجيب لك مشاكل أكتر مما تتخيل. خش على النقطة الأولى. المرأة مش بتدور على الحب، هي بتدور على مصلحتها. زي ما قلت، انت فاكر لما تقول لها بحبك بقى أكتر بقى ده بيخليها تحس بالأمان والرومانسية. يعني ممكن تحس بحاجة تانية خالص. المرأة بطبيعتها بتحب تشوف الراجل اللي بيحترم نفسه، يكون الراجل اللي معاها راجل بجد عنده طموحات وقيم واضحة وما يتنازلش. حتى الكلمة هتفقد قيمتها لو انت بتقولها كل شوية. يعني انا هنام بحبك، هتوحشيني بحبك، انا رايح الشغل بحبك. انت بتريل، انت بتعملش اي حاجة تاني. لو كنت دايما موجود عشان تلبي احتياجاتها ده هي هتبدأ تشوفك كحلقة ضعيفة في حياتها. شخص ما عندوش حاجة في حياته أحسن منها. تقول لي إيه أحسن حاجة حصلت لي؟ أبشرك، روح أقول لها كده وأخليك رومانسي وما تسيبهاش لدماغها وأعمل كل اللي هي بتقول عليه. يبقى قابلني لو فضلت معاك. دي فطرتها، هي كده. هي بتترجم الحاجات اللا منطقية اللي أنت كده راجل، أنت كده على القيمة بالنسبة لها. المرأة مش بتدور على الحب العاطفي كهدف، هي بتدور على شخص يقدر يكون قوام عليها مش سما العاشق. وده مش بيجي إلا من شخص عنده شخصية. هتقول لي أنا عندي شخصية، هقول لك ده عندك صح، أنت عندك شخصية بس شخصيتك دي مش موجودة معاها. أنت بتتنازل عنها عن مبادئك عشان خاطر بنت. لو مش قادر تكون القائد في العلاقة هتبدأ تبقى تدريجيا نشوف حد تاني يبقى القائد عليها. عشان هي مش مصممة إن هي تكون قائد. هي مش كده، هي تركيبتها مش كده. أنت المفروض تكون قائد، أنت القوام. النقطة التانية، عقل الرجل منطقي، عقل المرأة عاطفي. تفكير الراجل مختلف تماما عن تفكير المرأة. الراجل بيشوف الأمور بشكل منطقي وعقلاني أكتر، وده بيخليه دايما يبحث عن حلول مشاكل. لكن المرأة بتكون أكتر عاطفية، يعني قرار عاطفي غالبا بيكون أكتر تأثيرا على تفكيرها. لو حصلت مشكلة الراجل هيحاول يحلها، طبعا لو انت الغلطان فعلا وفي حاجة كبيرة كمان. لكن المشكلة لو حصلت هي هتكون مهتمة بمشاعرها أكتر من الموقف. هنا بتيجي مش مشكلة الضعف. لو حاولت تبقى متاح دايما عشان تلبي مشاعرها أو تتجنب الصراع وتفضل تقول لها كلام حلو وجميل على أساس إنها الوالدة، يبقى أنت مع السلامة كده. عشان هي مش الوالدة، انت كده هتخسر احترامها. لازم تعرف ان المشاعر مش كل حاجة. لو كنت دايما بتقدم نفسك بشكل ضعيف هتلاقي احترامها ليك بدأ يقل. النقطة التالتة، الفرق في الأولويات. الرجل بيبحث عن الهيمنة، المرأة تبحث عن الأمان. في الريد بيل الراجل دايما بيبحث عن الهيمنة والقوة، بيدور على مكان يقدر مكانته كراجل كده، يكون قائد فيه سواء في شغله أو في علاقاته. هو بيحب يكون في موقع القيادة عشان يحس إنه ناجح. أما المرأة فهي تبحث عن الأمان العاطفي. لو كانت بتشوفك شخص ضعيف أو مسكن لكل حاجة هتبدأ تفقد احترامها ليك وهيبتك من ناحيتها كمان. انت كده مبقاش عندك هيبة أصلا. المرأة بتحترم الراجل اللي عنده هدف واضح، عنده حاجات أهم منها. راجع فيديو ارتباط الفوقي في القناة، هتلاقيه باسم ازاي وليه البنت سابتك بكل سهولة. هيفيدك أو تفهم معايا الحاجات دي وتكتشف حقيقة تانية. نرجع للموضوع. هي مش هتفضل معاك لو حسيت إنك مش قادر تتحمل المسؤولية أو مفيش عندك وجهة واضحة، مستقبلك ملوش ملامح. قولي كده وأنت بنت هتفضل معاك ليه؟ مش هتلاقي سبب عشان تفضل معاك فيه. حب مشاعر مين وحب مين يا ابني؟ احنا بتوع المحن، مش هما خالص. لازم تكون قادر على تحديد أهدافك أو مستقبلك. تشوف انت عايز ايه من الدنيا. وانت مش محتاج أصلا تبقى مشاعرك عشان تكسب رضاها. النقطة الرابعة، الست بتختار الرجل القوي، الرجل يختار المرأة المتوافقة معاه.
الست مش دايما بتختار الراجل بناء على المشاعر، ده بس بيحصل في فترات الارتباط الأولى في العصر ده. بتكون داخلة تجرب كده وتحس بمشاعر إن هي مميزة ومحبوبة واهتمام مبالغ فيه يعني. إنما في الحقيقة فطرتها بتختار الراجل اللي عنده إطار ذكوري، وده في فيديو كيف تصبح ألفا تقدر ترجع له. فده بيخليها تفضل معاه أو معاك. لما تكون قوي وعندك احترام لنفسك، هي هتلاقي نفسها مشدودة ليك لا تلقائي كده. ما تديهاش كل اهتمامك أو مشاعرك بدون حسابات، لأن ده بيخليها تشوفك شخص متاح، وما صدقت واحدة زيها مع إن هي عادي يعني. لكن ده هيخليها تفتكر جوه دماغها إنها عالية عليك، فهتشوف حد أعلى منك بسبب الصورة اللي أنت رسمتها في عقلها. الراجل القوي مش بيعرض مشاعره على طبق من دهب، أو هو بيعرف حدوده، وده بيخلي المرأة تشعر بوجوده في حياتها كعنصر مؤثر، مش مجرد شخص اتعودت عليه أو شخص عادي في حياتها. النقطة الخامسة، الهايبر جامي. الست دايما بتدور على البديل. المرأة أي واحدة في الكون، في الريد بيل المرأة دايما بتبحث عن الأفضل حتى لو كانت في علاقة. هي هتبحث عن أفضل البدائل. مش معنى ده إنها وحشة أو مش صادقة، ده بس ببساطة طبيعتها. الهايبر جامي يعني إن المرأة بتسعى دايما لأعلى مستوى ممكن تقدر هي توصله، سواء من حيث الأمان العاطفي أو المادي. لو أنت مش بتقدر تحافظ على مكانتك في حياتها وتتحكم في غريزها بالجيم اللي أنا بعلمه لك هنا والطريقة اللي أنا بعلمها لك، هتلاقيها بتبعد ولقت فرصة مضمونة. هنا هتيجي النقطة المهمة. لو كنت ضعيف أو بتسعى لإرضائها بشكل مستمر هتخسر احترامها. حتى الناس المرتبطة اتفركشت هتقول دلوقتي أنا عملت فعلا كل حاجة صح وكنت ماشي زي ما بيقول السوشيال ميديا بقى، زي ما بتقول البنات، بس بقاش دماغها حب اهتمام مشاعر بحبك 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 وسابتني. أظن دلوقتي عرفت بيتك دي، راجع الفيديو بتاع الهايبر جامعة هتفهم دي. هي مش هتحترمك لو مش عندك هبة وشخصية مستقلة وإطار ذكوري قوي. في النهاية، لو كنت عايز تكون راجل حقيقي في العلاقة، لازم تعرف إن المرأة بتحترم الراجل اللي عنده قوة شخصية، مش اللي بيحاول يبقى لطيف معاها دايما أو متاح أو يساعدها على حساب نفسه. لو كنت دايما بتحاول تديها كل اهتمامك أو تكون دايما في وضع الدفاع عشان تكسب رضاها، ده مش هيخليها تحترمك، بالعكس هي هتشوفك شخص عادي جدا. خلي عندك حدود وخليك دايما في موقع القوة في العلاقة. انت القوام، انت الراجل، انت المفروض تبقى مسيطر في العلاقة، عشان ده دورك حتى لو مش عاجبك، لان ده هو اللي هيساعدك تكسب احترام وتستمر علاقتكم بأحسن حال. وخلي بالك هي هتفضل بقى تشوف بقى تختبر حدودك، تشوفك انت لسه راجل زي ما انت ولا نخيت خلاص بقيت أنثى. لازم تفضل جامد زي ما انت، وخليك دايما في موقع القوة في العلاقة. كده نكون خلصنا الاختلاف بين عقل الرجل والمرأة. لو عجبك الفيديو او فادك بحاجة يا ريت دوس لايك عشان ده بيوصلنا اكبر عدد من الناس، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.